إحنا قبل بطولة 2006 ما كناش داخلين نحلم، وده مش تواضع، ده كان توصيف للواقع. منتخب جاي من سنين شك، جمهور تعبان من الإخفاقات، وإعلام كل كلامه سؤال واحد: هنخرج إمتى؟ كنا داخلين خايفين، خايفين نخرج بدري، خايفين نتحاسب على بطولة على أرضنا، خايفين على الحلم الأفريقي. ما كانش فيه ثقة، كان فيه ترقب، وما كانش فيه وعود، كان فيه قلق. واللي حصل بعد كده ما كانش طبيعي ولا كان متوقع. لو بتحب الكورة وحكايتها فأنت مكانك معانا هنا. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس وركز معايا عشان أحكي لك حدوتة من أعظم حواديت الكرة المصرية. من أول الألفينات لحد 2006 ما كانتش فترة مجد المنتخب مصر، كانت فترة أسئلة. سؤال بيتكرر بعد كل بطولة: هو احنا رايحين فين؟ مشاركة تخلص بدري، وعد بيتقال، وبعدها نرجع تاني لنقطة الصفر. هو مفيش انهيار كامل، بس مفيش أمل حقيقي برضه. وسط الحالة دي الدنيا كانت ماشية بكل هدوء، مفيش وعود، مفيش ضجيج، ومفيش حد بيقول احنا جايين نكسب. وبالظبط من هنا تبدأ الحكاية، مش من ماتش ولا من هدف ولا من بطولة، من حالة، من منتخب داخل مش واثق، ومن جمهور مستني الغلطة أكتر ما مستني الفرحة. وزي ما احنا متعودين مع بعض، تعال نرجع شوية لقبل البطولة عشان أنقلك للزمن ده وتتخيل معايا قيمة الأحداث اللي حصلت. منتخب مصر خرج من بطولة أفريقيا 2004 من الدور الأول بعد الخسارة من الجزائر 2-1، وده سبب صدمة كبيرة للجمهور اللي كان شايف إنه من حقه يرفع كأس البطولة من تاني بعد ما حقق الإنجاز ده في بوركينا فاسو 98. وده خلى المسؤولين في اتحاد الكورة يقرروا إقالة محسن صالح ويدوروا على مدرب أجنبي عنده سيرة ذاتية قوية. ووقع الاختيار على الإيطالي ماركو تارديلي اللي كان له سيرة ذاتية متوسطة، أهمها تدريب منتخب إيطاليا للشباب وتدريب إنتر ميلان موسم 2000-2001. والحقيقة إن الهدف من التعاقد مع تارديلي كان واضح من البداية، وهو التأهل لكأس العالم 2006. لكن بعد مباريات الدور الأول في مجموعة التصفيات كان الفارق بين منتخب مصر ومنتخب الكوت ديفوار وصل ل5 نقط. ومع انتقادات الجمهور والإعلام لأداء تارديلي ونتائجه وسفرياته المتكررة لإيطاليا اللي كانت لغز كبير قوي وقتها، تمت إقالته وتعيين حسن شحاتة مدير فني للمنتخب. حسن شحاتة اللي كان حقق إنجاز كبير لما فاز ببطولة أفريقيا للشباب 2003 وعمل أداء مشرف جدا في كأس العالم للشباب 2003. لكن اللي شجع المسؤولين في اتحاد الكورة إنهم يستقروا على حسن شحاتة هو الإعجاز اللي عمله موسم 2004 لما قدر مع المقاولين العرب اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الثانية وقتها إنه ياخد كأس مصر بعد ما كسب الأهلي في النهائي 2-1. ومش بس كده، بعدها بشهرين قدر ياخد السوبر من الزمالك بعد ما كسبه 4-2 في واحدة من أكبر مفاجآت الكرة المصرية. فريق درجة تانية بياخد بطولتين من الأهلي والزمالك في نفس الموسم، متخيل؟ لكن في الواقع أداء ونتائج حسن شحاتة مع منتخب الشباب والمقاولين ما قدروش يشفعوا له عند جمهور الكورة اللي كان بيشكك في قدرة حسن شحاتة على تحقيق أي شيء مع المنتخب. وكان جزء كبير من الناس شايفة إن اللي وصل له ده مجرد توفيق والظروف خدمته مش أكتر. بس في الحقيقة انطلاقة حسن شحاتة مع المنتخب كانت مبشرة جدا، خصوصا إنه في مباريات الدور الثاني في مجموعة التأهل لكأس العالم قدر يكسب ليبيا 4-1 والسودان 6-1 وبنين 4-1، وخسر بس من كوت ديفوار على أرضهم، وتعادل مع الكاميرون 1-1 في آخر مباراة في المجموعة، وضيع على الكاميرون فرصة الصعود وأهدى الصعود على طبق من ذهب لدروجبا وأصدقائه. وبرغم عظمة الجيل ده من اللاعبين اللي عرفناها بعد كده، إلا إنهم قبل بداية كأس الأمم 2006 كانوا بالنسبة للمصريين جيل صاعد ولسه ما حققش أي حاجة تخلي الناس تثق فيهم. وأي نعم المنتخب كان بيضم وقتها عناصر خبرة زي ميدو وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وإبراهيم سعيد ومحمد بركات وحسام حسن وغيرهم، إلا إنه كان بيضم عناصر كتيرة في بداية مشوارها الدولي زي أبو تريكة وعماد متعب وعمرو زكي والمرحوم محمد عبد الوهاب وأحمد فتحي وحسني عبد ربه اللي اتصاب قبل البطولة ومحمد شوقي وغيرهم. مصر كانت في المجموعة الأولى بصفتها البلد المنظم مع المغرب والكوت ديفوار وليبيا، مجموعة صعبة ومعقدة. المغرب اللي آخر فوز ليك رسمي عليها كانت في بطولة إفريقيا 1986 بجول طاهر أبو زيد الشهير، والكوت ديفوار اللي كانت لسه معاك في المجموعة وكسبتك رايح جاي بمنتهى السهولة واليسر. منتخب تقيل جدا وكان بيضم أسامي مرعبة زي أرونا كونيه وأرونا دنداني وإيمانويل إبويه ديديه زكورة ويايا توريه، ومعاهم واحد من أفضل مهاجمين العالم في الوقت ده، ديديه دروجبا. وليبيا اللي لسه برضه كانت معانا في مجموعات تصفيات كأس العالم وفازت علينا في مباراة الذهاب 2-1
قبل ما نكسبها في أول ماتش لحسن شحاتة في استاد المقاولين العرب 4-1 في مباراة العودة. الموضوع كان يبان صعب، لكن مع بداية مباراة ليبيا المنتخب ما خدش أكتر من 17 دقيقة عشان يبعت لنا أول رسالة يطمنا بيها إنه هيمشي على الطريق الصح. جول أول لمنتخب مصر من ركنية نفذها محمد عبد الوهاب بالمسطرة على راس ميدو، اللي حطها بدماغه وكانت هتقطع الشبكة. وبعدها ب4 دقايق بس قرر أبو تريكة يقدم لنا لقطة هتفضل من اللقطات الكلاسيكية للنسخة دي. فاول على حدود منطقة الجزاء، يدخل أبو تريكة ويثبت أوجستين حارس ليبيا ويحطها على شماله في المقص، ويجبره إنه يقف يتفرج عليها زيه زينا بالظبط عشان يستمتع بشكل الكورة وهي بتهز الشبكة. مصر الحقيقة كان أدائها مقنع ومبهر في المباراة دي، وكملت بنفس الريتم لحد ما قدرت تحرز الهدف الثالث عن طريق أحمد حسن بعد ما حارس ليبيا صد ضربة جزاء من ميدو، لكن تابعها أحمد حسن وحطها في الشبكة عشان يأكد فوز مصر بنتيجة مريحة ومطمنة 3-0. لو وصلت معايا لحد هنا اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحه لعدد أكبر من المتابعين، وما تنساش تشترك في القناة عشان حكاياتنا لسه مكملة. والفكرة ما كانتش في الأهداف قد ما كانت في الروح اللي كانت باينة من أول صفارة البداية لحد النهاية. روح إصرار على الفوز، روح إثبات الذات، روح تطمن الجمهور إن ممكن يكون في أمل. لكن إحنا داخلين على اختبار صعب، هنقابل أكبر عقدة في تاريخ مصر، منتخب المغرب، اللي بالمناسبة كان صعد نهائي البطولة اللي قبلها 2004 وخسر من منتخب تونس صاحب الأرض 2-1 في النهائي، لكنه قدم بطولة محترمة جدا. المغرب داخلة المباراة بعد خسارة في المباراة الأولى من الكوت ديفوار، يعني محتاجة الفوز أكتر من مصر. وبرغم إن المباراة بدأت بتحفظ كبير في الشوط الأول، إلا إن منتخب مصر كان أفضل نسبيا وفرصه كانت أخطر. لكن مع بداية الشوط الثاني أكد منتخب مصر تفوقه الواضح وشكل خطورة كبيرة على منتخب المغرب اللي اكتفى بمناوشات خفيفة على مرمى مصر. وبرغم إن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، إلا إنها زودت ثقة الناس في المنتخب وفي حسن شحاتة اللي كان واضح جدا تحكمه في مجريات الماتشين اللي لعبهم لحد دلوقتي. منتخب الكوت ديفوار داخل آخر جولة مع منتخب مصر وهو ضامن الصعود للدور الثاني بعد ما كسب المغرب في أول جولة وكسب ليبيا في الجولة الثانية، وده اللي خلاهم يريحوا لعيبة أساسية ويبدأوا قدامنا بتشكيلة مزيج بين الأساسي والاحتياطي. وأي نعم التعادل يكفيك إنك تصعد، بس أنت محتاج الفوز عشان تأكد إنك مش داخل البطولة على أرضك تضحك الناس عليك ولا تبقى ضيف شرف. وأعتقد إن دي كانت رسالة حسن شحاتة للعيبة اللي ظهرت من أول دقيقة في مباراة الكوت ديفوار. سيطرة تامة لمنتخب مصر من بداية المباراة، وبعد 8 دقايق بس قدر عماد متعب يحرز الهدف الأول بعد ركنية من عبد الوهاب على دماغ عبد الظاهر السقا اللي بيحاول يحطها في البعيدة، يتابعها متعب ويدخل بيها الشبكة. في الواقع منتخب مصر عمل نص ساعة مقنعة وممتعة قدام الكوت ديفوار اللي بدأت تفوق في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، عشان يقدر نجم PSV ايندهوفن أرونا كونيه من إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من بره المنطقة تخبط في رجل إبراهيم سعيد وتعلى وتسقط في الشبكة من فوق الحضري اللي كان متقدم خطوتين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل. الشوط الثاني بيكمل منتخب مصر ضغطه على منتخب الكوت ديفوار على أمل إنه يكسب المباراة ويبعد عن طريق الكاميرون اللي كانت مرعبة في الوقت ده. وبالفعل في الدقيقة 60 كرة بتتنقل بين عبد الوهاب وحسام حسن اللي بيستعير روح 98 وينتش الكرة بوش رجله لأبو تريكة اللي بياخدها بوش رجله برضه في البعيدة عشان تبقى النتيجة 2-1 لمصر. وبعدها ب10 دقايق بيسجل متعب الهدف الثالث بعد متابعة من كرة اتزحلقت من على راس حسام حسن عشان ياخدها متعب ويدخل الشبكة بيها للمرة الثانية في نفس المباراة. مصر صعدت أول المجموعة برصيد 7 نقط، وده خلاها تقع في طريق منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الثمانية. منتخب الكونغو اللي كان صعد تاني من المجموعة التانية ب4 نقط ورا الكاميرون المتصدر ب9 نقط. مباراة في المتناول، خصوصا إننا عملنا أداء مقنع جدا في دور المجموعات، وده اللي أكده منتخب مصر لما نزل بنفس أسلوب مباراة الكوت ديفوار وضغط جامد جدا على منتخب الكونغو لحد ما قدر أحمد حسن إنه يسجل ضربة جزاء في الدقيقة 33 حسبها الحكم بعد تدخل المدافع على عمرو زكي. بعدها ب6 دقايق بيعمل عمرو زكي ثرو باص بوش رجله لحسام حسن اللي بيستلم على صدره ويدخل بيها المنطقة ويحطها صاروخ في سقف الشبكة عشان مصر تتقدم 2-0. وقبل نهاية الشوط الأول بيقدر منتخب الكونغو يقلل الفارق ويجيب هدف
عشان يخرج الشوط الأول 2-1 لمصر. بدأ الشوط التاني كالعادة بضغط من منتخب مصر، عشان في الدقيقة 58 يقدر عماد متعب يتابع كرة ضالة عملها عمرو زكي لما دخل بقوته بين المدافعين عشان يغلطهم، وتروح الكرة لمتعب اللي بيكون واقف لوحده ويحطها بكل سهولة عشان تبقى النتيجة 3-1. في الدقيقة 88 بيسجل أحمد حسن الرابع بعد كرة ثابتة من على حدود المنطقة عدت كل الناس ودخلت الشبكة، عشان تعلن عن صعود منتخب مصر للمربع الذهبي في بطولة كان بيتشكك في كل أطرافها، سواء المدير الفني أو اللعيبة. لكن الدور جاي على منتخب من أصعب منتخبات القارة، منتخب السنغال. وبرغم من إن منتخب السنغال كان صعد تاني مجموعته برصيد 3 نقط وبفارق هدف واحد عن منتخب غانا ومنتخب زيمبابوي اللي تساووا معاه بنفس رصيد النقط، إلا إن مباراته مع منتخب غينيا القوي جدا وقتها في دور الثمانية اللي قدر يكسبها 3-2 كانت بتقول إننا داخلين على اختبار صعب ومش سهل. بدأت المباراة وبدأ معاها التوتر والترقب، لأن بالرغم من إننا كنا أفضل جوه أرض الملعب إلا إنه ما كانش بنفس فارق الأفضلية في المباريات اللي فاتت في البطولة. حاول منتخب مصر يشكل خطورة على السنغال عن طريق أبو تريكة وميدو وعماد متعب، لحد ما في الدقيقة 34 بيغلط المدافع مندي غلط عجيب جدا ويشيل الكرة بإيده من على دماغ بركات عشان يحسب الحكم ضربة جزاء لمصر، يدخل أحمد حسن ويسجلها وتبقى النتيجة 1-0. دخل منتخب السنغال الشوط الثاني بأداء أفضل وبدأ يضغط على منتخب مصر لحد ما قدر بعد مرور 5 دقايق بس من إنه يسجل هدف التعادل عن طريق نجم مارسيليا مامادو ديانج. في الدقيقة 78 بتحصل لقطة ميدو وحسن شحاتة الشهيرة وقت تغييره بعمرو زكي اللي بيقدر إنه يسجل هدف التعادل من أول لمسة بعد عرضية بالمقاس من أبو تريكة من ناحية الشمال عشان يقابلها عمرو زكي بكل قوة في الشبكة عشان تبقى النتيجة 2-1 ويحافظ منتخب مصر على النتيجة عشان يصعد للنهائي ويقابل المنتخب المرعب الكوت ديفوار. أي نعم أنت لسه كاسبها في المجموعات 3-1، لكن ما ننساش إننا ما كناش بنلاعب الفريق الأساسي اللي مليان أسامي خض. والحقيقة إن كل الشعب المصري وقتها ما كانش له كلام غير عن يا ترى هنعمل إيه قدام دروجبا اللي هو أفضل مهاجم في الدوري الإنجليزي ومحقق أرقام خرافية مع تشيلسي ومع منتخب الكوت ديفوار سواء في البطولة دي أو في تصفيات كأس العالم. من بداية المباراة كان واضح إن منتخب مصر بيبعت رسالة واضحة للكوت ديفوار: أنت صعدت على حسابنا لكأس العالم، لكنك مش هتخرج من هنا بكأس البطولة أيا كان التمن. شوط أول مثالي لمنتخب مصر عمل فيه كل حاجة إلا تسجيل الأهداف. المنتخب كان أفضل في كل حاجة وشكل خطورة كبيرة على الكوت ديفوار اللي ما كانش ليها خطورة تذكر مقارنة بهجمات مصر الخطيرة جدا، خاصة من عرضيات المرحوم محمد عبد الوهاب وسرعة عمرو زكي وعماد متعب اللي بدأ بيهم حسن شحاتة المباراة. لكن بينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي عشان يبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بنفس الأداء والإصرار، واستمر المنتخب في تشكيل خطورة على منتخب الكوت ديفوار اللي كان ليها فرص خطيرة برضه في الشوط الثاني، خاصة عن طريق ديديه دروجبا. إلا إن فرص مصر كانت أكتر وسيطرة مصر على اللقاء كانت واضحة جدا. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي عشان نبدأ الأشواط الإضافية وسط توتر من اللعيبة والجهاز الفني والجمهور. واللي زود التوتر إن مع بداية الوقت الإضافي الحكم بيحسب ضربة جزاء لمنتخب مصر بعد تدخل كواسيه على محمد بركات ويدخل أحمد حسن ويضيعها. هنا الشك بدأ يدخل في قلوب المصريين: ضيعنا ضربة جزاء، يعني واضح إن اليوم مش بتاعنا. لكن الحقيقة إن اللعيبة كملت بنفس الروح في المتبقي من الأشواط الإضافية، لكن ما قدرناش نحرز أهداف عشان نروح لركلات الترجيح اللي بيفوز بيها منتخب مصر عشان يرفع كأس البطولة الخامسة في تاريخه ويرد على كل المشككين ويكتب بداية جيل أسطوري، جيل قدر يكتب تاريخ من الصعب جدا تكراره. في الآخر الكرة رجعت تقول كلمتها، والمنتخب اللي اتشكك فيه من أول يوم والناس كانت مستنية له سقطة مش فرحة وقف في آخر البطولة ورفع الكاس، مش عشان كان الأقوى على الورق، لأ، عشان كان الأهدى في الضغط والأثبت وقت الخوف والأصدق وقت الشك. حسن شحاتة المدرب اللي الناس كتيرة كانت قايلة عليه اختيار غلط ما ردش ولا دافع عن نفسه ولا دخل معركة كلام، ساب الملعب هو اللي يتكلم. وكاس أفريقيا 2006 ما كانتش بس بطولة اتكسبت، كانت لحظة مصر صدقت نفسها فيها من تاني، لحظة علمتنا إن التشكيك مش نهاية وإن الهدوء وقت الهجوم ساعات بيكسب أكتر من 1000 صوت عالي. ولو كنت واحد من الناس دي اللي عاشت الأيام دي أو حتى سمعت عنها بس، قول لي في تعليق
إيه أكتر لحظة في بطولة 2006 لسه محفورة في دماغك؟ ولو أول مرة تسمع القصة من الزاوية دي، اعمل لايك واشترك في القناة. شكرا وأشوفكم على خير.